الفيلم كيبدا بواحد سميتو فين كيحاول يرسم لوحه في الدار ديالو، ساكن مع صاحبته كالي وصاحبه المقرب جاسبر اللي معروف انه مدمن ديال القمار. واحد النهار فين تلاقى مع الحارس الحي سميتو جو وعرض عليه يجي للحفله اللي غيديروا في دارهم، وجو وافق. وبعد شويه عيط لهم الملك ديال الحي وقال لهم باللي جارهم مستر بي ما خلصش الكرا لمده شهرين، وقال لهم يمشيو يشوفوا مالو. كالي مشات وبقات كتدق في الباب ولكن ما جاوبها حتى واحد، وشافت جرائد بزاف مرميين قدام الباب وباين ما خرجش مستر بي من مده. كالي استعملت السيارة الاحتياطي ودخلت للدار باش تشوف شنو كاين، وكيكون فين وجاسبر كيهضروا ما بيناتهم حتى كتدخل عليهم كالي وهي مخلوعه وداتهم للدار ديال مستر بي باش توريهم شنو لقات. وهنا كاملين تصدموا فاش شافوا حد كامل عامر بالتصاور للصالون ديالهم، وعرفوا ان مستر بي كان كيتجسس عليهم من دارو، ولقاو بزاف ديال الصور ناقصين وهادشي زاد شككهم وحيرهم في هادشي. فين شاف ماكينه كبيره في الغرفه بحال كاميرا ضخمه موجهه للصالون ديالهم، وهما كيهضروا كتخرج من الكاميرا صوره، ولقاو هذا الصالون ديالهم ورجعوا للدار وبقاو كيهضروا حتى بالصدفه كالي طيحت العلاقه ديال الحوايج بالغلط. وهنا فين تفكر الصوره ولقاو شكل العلاقه مطابق للشكل اللي في الصوره 100%، وهنا كاملين تصدموا. وبعد تفكير طويل فهموا باللي الكاميرا كتصور المستقبل ب 24 ساعه، وفجاه الكاميرا كتخرج صوره ولقاو هاد التصويره ديال النهار الجاي. وكانوا دايرين حفله في دارهم وكتلقى كالي المذكره ديال مستر بي، وكان كاتب فيها باللي شاف الكاميرا خرجت صوره ليه هو كيموت، وكيقرر انه يتحدى القدر ويدير العكس اللي بان له في الصوره. وفين لاحظ باللي كاع التصاور مصورين مع 8 ديال الليل بالضبط، وشاف حتى تصاور بالنهار وتصاور ناقصين وما معلقينش، وهذا الشيء كان محيرهم بزاف. وكيقرروا كاملين يمشيو للمخزن ديال مستر بي، وهنا تصدموا فاش لقاو الجثه ديالو ميته بطريقه بشعه ومحروق كامل. والغريب ان الحوايج ديالو ما باينش عليهم الحرق، وجاسبر قال باللي ممكن يكون مات حيت بغى يتحكم في القدر ديالو كما كان كاتب في المذكره، وهذا الشيء علاش الزمن عاقبه. ورجعوا للدار وجاسبر اقترح يستعملوا الكاميرا باش يربحوا في القمر. فين كان متردد ولكن كالي وافقات وشجعتهم يجربوا حظهم. وفي ديك الليله داروا حفله وفين مشى لدار مستر بي وصور صوره مع 8 د الليل، ولقات التصويره مطابقه مع اللي خرجت من الكاميرا، وتاكد في ديك اللحظه بان الكاميرا كتصور المستقبل بصح. وفي هذه اللحظه خرجت تصويره جديده فيها هما بثلاثه واقفين للكاميرا وملصقين ورقه في الزاج، وكيكون فيها نتائج ديال القمر ديال غدا. الغد اللي كالي قالت باللي من الاحسن يديروا اللي في الصور باش ما يتحداوش الكاميرا ويموتوا بحال مستر بي. ودازت الايام وكالي ولات كل نهار كتسقي الغرس ديال مستر بي وكتهز الجرائد باش يبان للناس باللي مازال حي وما ماتش. وفين ما بقاش كيفكر شنو غيرسم ولا نيشان كيمشي للصور ويشوف شنو غيرسم هذا النهار ويرسمه. وجاسبر كل نهار كيلصق ورقه فيها النتائج ديال القمر في الشرجم باش يربحوا، وجمعوا بزاف د الفلوس حتى لواحد النهار فين خرجت واحد التصويره ولقاو فيها ايفان مول المركز ديال القمر، وتخلعوا حيت ايفان مجرم خطير ممكن يأذيهم. والنهار اللي موراه جاسبر كان متوتر هو كيتسناه، وبالفعل جا وقال له باللي راه شك في الارباح ديالو اللي من مده ما خسر، وهددو باش يقول ليه السر ديالو. وجاسبر هنا قال ليه يبقى يلعب معاه القمر ويدير نفس داكشي اللي كيدير وغير خليه في حاله ما يأذيهش. وهنا دخلوا كالي وفين ومعاهم التصويره ديال غدا، وكان فيها فين كيرسم كالي، وكان الظل ديال جاسبر هو كيتجسس عليهم وتقلقوا منه بزاف. وايفان لاحظ شي حاجه ماشي هي هذيك ومشى في حاله. والغد ليه فين وكالي وجدوا راسهم باش يرسموا مع 8 د الليل. وفي هذه اللحظه جا ايفان مع المساعد ديالو ماركوس باش يعرفوا السر، وبقى واقف برا كيتجسس عليهم. والدراري هنا عرفوا ان الظل اللي شافوا البارح كان ديال ايفان ماشي ديال جاسبر، وبقى كيهددهم ايفان. وهنا اضطروا انهم يعرفوه السر ديالهم وداروا معاه اتفاق، وهو يبقاو كل نهار يلصقوا نتائج ديال القمر باش ايفان يربح. ولات المجموعه خدامه عنده حتى لواحد النهار فين لاحظ باللي اللوحه اللي في التصويره الجايه فيها جمجومه، والرسم ماشي بحال الستيل ديالو، حس باللي راهم كيحضروا راسهم من المستقبل. وهنا جاسبر خاف وخبى اسلحه في الصالون وبدا كيتدرب كيفاش يطعن. وفين تلاقى برا مع جو اللي ولا بوليسي، وبقى كيهضر معاه في اللحظه اللي ماركوس كان كيشوفهم من الطوموبيل. وجو عطى الكارت ديالو لفين، وفين رجع للدار وعاود له جاسبر باللي ماركوس كان كيشوفهم. وبعد شويه وصلوا ايفان وماركوس ولقاو الكارت ديال البوليسي وهددوهم بالقتل. وجاسبر باش يفرق بيناتهم كذب على ايفان وقال لي راه شاف تصويره الغد فيها ماركوس كيقتلك، وهذا الشيء خلى ايفان يشك ومشى لدار مستر بي باش يتاكد. وفي ديك اللحظه جاسبر طعن ماركوس وقتلو في البلاصه. وفاش رجع ايفان وشاف ماركوس ميت تخلع، وجاسبر ضربو بعصا وقتلو حتى هو وخباو الجثه ديالهم بجوج في المخزن. وشافوا التصويره الجديده فيها جاسبر جالس وقدامه بزاف ديال الفلوس، وبالفعل كانوا داو الفلوس ديال ايفان اللي كانت بالملايين. وفين اقترح يقسموا الفلوس ويهربوا برا البلاد، ولكن جاسبر وكالي بقاو طامعين في الكاميرا وبغاو يبقاو. في الليل دق الباب وكانت غير صاحبه مستر بي الدكتوره هايدكر كتقلب عليه، وهايدكر شكات وجبدات الفردي وهدداتهم وقالت لهم
لهم باللي مستر بي صافت لها رساله قبل ما يموت، وقال لها باللي الكاميرا اللي اختارها نجحات ولكن شاف موته، ومع الرساله كانت صوره للصالون وفيها القبعه ديالو ودم فزاج، وهو فاش شاف التصويره سحب له غادي يموت في الصالون ديالهم، وهذا الشيء علاش حبس راسو في المخزن باش يهرب. وداو هاد الدراري للمخزن وتما فهمت باللي مستر بي ما ماتش بسبب القاعده ديال الزمان، وانما مات بحادث كان كيقلب في الرفوف وطاحت عليه ماده كيميائيه حرقاته ومات. وقالت لهم باللي التصويره اللي عندها مكتوب عليها انها ديال غدا. وفين جاسبر تصدموا فاش عرفوا باللي الكاميرا تقدر تصور اكثر من 24 ساعه بشهور، ولكن هي دابا مضبوطه باش تصور غير 24 ساعه مع 8 د الليل. وفجاه كيجبد جاسبر فردي وكيقتل بها هايدكر حيت ممكن تفضح هادشي اللي عرفات، وخباو الجثه ديالها في المخزن ورجعوا لدارهم. وفين تعصب من جاسبر حيت قتل المراه بريئه وقرر يخرج من الدار. وكالي مشات تشوف الصوره ديال غدا ومشى فين لدار مستر بي فين كانوا جاسبر وكالي مجموعين وهزين الصوره واللي فيها كالي وجاسبر كيديروا علاقه بيناتهم، وفين حداهم ناعس. وفين تعصب بزاف فاش شافها وكالي هربات وهي كتبكي بزاف. وفين ورى لجاسبر خاتم الخطوبه اللي كان شاريه لكالي باش يطلبها للزواج، وهو كيهضر معاه جاسبر ضربوا على راسو حتى فقد الوعي وربطوه وجروا للمخزن حيت كان خايف فين يمشي بحاله الصوره ما تتحققش ويموتوا بسبب اللعنه ديال الكاميرا. ولكن في الصباح فين فاق في المخزن وحرق الحبال اللي مربوط بهم وهرب، وهز السطل ديال الماء ورجع لفين كاينه الكاميرا. وصلنا لجاسبر وهددو انه غيخسر الكاميرا، فكيتصل جاسبر بكالي وفاش كتجي كيهددها بالفردي وكيعرف فين انه غادي يقتلها الا ما بعدش على الكاميرا ومشى في حاله. وهنا فين قال له عطيني كالي باش نهضر معاها، وقال لها تقلب في جيبو على الخاتم وفاش ما ينتبهش تخطف ليه الفردي. وداكشي اللي كيوقع وحلت الباب لفين وبداو كيجمعوا حوايجهم باش يهربوا بجوج وهما مشغولين. جاسبر هاجم على فين وكان غادي يقتلو بالمطرقه، ولكن جات كالي من اللور وضرباتو لراسو ومات. وشك فين في ان كالي ناويه على شي حاجه فاش لقاها كتقلب على الثلج في بلاصه ماشي ديالو. وبعد شويه ناض ولقاها واقفه قدام الكاميرا وملصقه جوج ورقات وتصدم فاش عرف ان الكاميرا كتصور جوج تصاور في النهار، وحده مع 8 د الليل وحده مع 8 ديال الصباح. وسول كالي علاش كانت مخبيه هذا الشيء عليهم، وهنا كتبان الحقيقه كامله من الاول. وقالت ليه باللي فاش مشات اول مره لدار مستر بي لقات داك التصاور اللي معلقين فيهم وحدين كتخون فين مع جاسبر، وهما التصاور اللي ما كانوش في بلايصهم حيت هي خباتهم. وعرفات باللي الكاميرا مضبوطه باش تصور مع 8 ديال الصباح و8 ديال الليل، ولكن خبات المعلومه وقررت تبقى تتواصل مع راسها في المستقبل. وراه هي في المستقبل اللي قالت لراسها تقتل جاسبر باش تنقذ فين، وهي اللي بدلت التصويره ديال البارح حيت كانت باغيه فين يغير عليها ويزيد بغيها اكثر. وبعد ما قالت له باللي راه هادشي كديرو غير على قبلو تعصب فين بزاف وقرر ينفصل عليها ويدمر الكاميرا. ولكن كالي قتلاتو قبل ما يديرها، وهادشي هو اللي دار الدم في الزاج وهو نفس الدم اللي كان في الصوره اللي جابت هايدكر. وهنا كالي غادي تلصق ورقه باش تصيفط رساله لراسها في المستقبل واللي معناها ما تخليش فين يحصلك واقفه قدام الكاميرا، وكتقصد بها باش ما يشوفاش فين واقفه ويعرف الحقيقه ومن بعد يموت. وكانت كالي متاكده باللي هي في المستقبل غتقدر تصلح هادشي اللي في الماضي، ولكن وهي كتسنى الكاميرا تصور جا البوليس يجيو فاش لقى الجثه تخلع واعتقل كالي. وكالي مشات معها بخطره حيت كانت مطمنه من ان هاد الملاحظه اللي خلات غادي تعلمها بشنو غيوقع وغادي تغير الماضي. ولكن في هاد اللحظه الورقه اللي لصقت في الشرجم طاحت، وكالي بغات ترجع تلصق الرساله مره اخرى ولكن جو ما خلاهاش، والكاميرا صورت الصوره مع 8 وتسالى الفيلم. وكالي ما قدراتش تبدل الاحداث حيت هذه هي الحتميه ديال القدر والزمن اللي ما كيتبدلش. ما تنساوش تخليو لايك وتشتركوا في القناه وتخليو الراي ديالكم في الفيلم في التعاليق.